إخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فين ما كندخل دابا حاليا المواقع ديال التواصل الاجتماعي كنلقى موضوع واحد، كلشي كيهضر على المدونة، كلشي كيهضر على التعديلات. فين ما كنشوف شي فيديو كنلقى هذا الموضوع، يعني الناس كتكتب كتهضر. وشفت يعني هادو كيعبروا على الرأي ديالهم، وواحد طرف آخر حتى هو كيعبر على الرأي ديالو. فأنا حاولت أنني نقل الكلام ديال جميع الأطراف، ونقول له شنو كيقولوا هادو، شنو كيقولوا هادو، وشنو يعني الفهم ديال هادو مع الفهم ديال هادو. طيب، يعني كيقولوا بأن يعني اللي كنشوف في المواقع ديال التواصل الاجتماعي وفي الفيديوهات أن الرجل إذا كانوا عنده غير البنات وتوفى، يعني الإخوة ديالو الذكور ما يورثوش معاه، يعني يورثوا غير البنات. فالاخرين شنو كيقولوا طيب الا داك الرجل قبل ما يتوفى مثلا ما بقى عنده والو، صافي ما بقى عنده والو، واحد الاسبوع مات، هذوك البنات شنو المصير ديالهم؟ ربما كان الاعمام والاخوال غادي يصرفوا عليهم ويعطيوهم فلوس، ولكن من سمعوا انهم غادي يتحرموا من الميراث ما غادي يديروا معاهم والو، غادي يخليهم. طيب شنو المصير ديال هذوك البنات، خصوصا الا كانوا صغار؟ مثلا الرجل، يعني واحد طرف كيقول بان الرجل يوصي بالتركه ديالو لمن ما بغى. هذا الرجل الا كان عنده واحد جوج ديال الولاد ولا ثلاثه مساخط وعنده واحد البنت، فكتب للبنت كلشي، هذوك الاولاد اشنو غيكون المصير ديالهم؟ الا مثلا عنده ثلاثه ديال البنات ما كينفقوا عليه ما والو، يعني ما كيهضروا معاه، وعنده واحد الولد كان بار بيه وكيصرف عليه وكل شيء، هذاك الاب يسر له الله عز وجل، رزق الله، كتب كل شيء للولد اللي يعني اللي كان كيبر بيه وكيتهلا فيه وكل شيء. هذوك البنات شنو المصير ديالهم؟ فين غيمشيو؟ هادو بعض الاسئله، يعني هادو كيطرحوا، وهادو يحاولوا انهم يستفسروا من خلال هذا الطرح. طيب، مثلا الرجل ملي كيسمع انه ملي غادي يتزوج ووقع الطلاق، راه الزوجه غادا ديرو النص ديال الدار، هو شنو غادي يدير؟ يعني غادي قبل ما يتزوج يكتب الدار الام ديالو، ربما يكتب الاب ديالو، ربما هو ما يشريش هو كاع هذيك الدار. فهذيك الساعه شنو غادي يدير؟ بزاف ديال الناس ما غيبغيوش يتزوجوا، لان الرجل الا عرف راسو داخل باش يتزوج وغادي يمشي له رزقه، او هذاك الشيء اللي عنده غادي تقسم على النص اللي هو تعب فيه وضرب فيه تماره سنوات، وغتجي كيقول هو، غتجي وحده غديه لهذاك ديلو رزقه بارد هكاك، ما غاديش يتزوج، يعني غادي يولي واحد العزوف عن الزواج، وغادي يتزاد وغادي يتزاد وغادي. فهادو كل واحد كيعبر على الرأي ديالو وكيقول هذاك الشيء اللي عنده. فنتمنى ان اللي غادي يشوف هذا الفيديو حتى هو يقول لنا الرأي ديالو، واش نتوما كتفقوا مع هذا الطرح ولا هذا الطرح؟ يعني اللي كيقول مثلا الراجل خاصو يوصي، راه يقدر هذاك الراجل اللي غادي يوصي يظلم بزاف ديال الابناء ديالو، ربما يقدر هو عنده مشاكل مع ولادو ولا بناتو، يعطي لهادو ما يعطيش لهادو، الاخرين غادي يضيعوا ما غادي ياخذوا والو. ربما الرجل يكون عنده واحد الاخ ديالو يعني ميسور الحال، فمني غادي يعرف هذاك الاخ بلي راه غادي يتحرم من الميراث، وهذاك الرجل غادي يتوفى، جاتو واحد ضائقه ماليه وتوفى، وكانوا عنده بنات، هذيك الساعه الخال ديالهم او العم ما غاديش يبغي يصرف عليهم، يقول لك هادو اصلا جايين بواحد النيه مبيته انهم يحرموني من الميراث، علاش انا غادي ننفق عليهم؟ فشنو الحل ديال هذوك الناس مثلا اللي غاديين يضيعوا في حال هكا؟ والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.